السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشهيوات نعيم وبكروم. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هذا العصير اللي هو منعش، عصير اللي هو رائع بزاف. بثلاثه المكونات فقط تقدروا توجدوا هذا العصير اللي صراحه كيستحق التجربه ديالكم، بالنكهه ديال الحامض مع النكهه ديال البيستاج. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو المقادير والطريقه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج لهذا العصير، مكونات اللي هما بساطين بزاف. عندي واحد الحامضه مجمده، عندي هنا جوج خيارات، عندي جوج ياغورت بالنكهه ديال البيستاج، عندي واحد نص كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للحامضه البنات كما قلت لكم مجمده، يعني غسلتها وبيتها في المجمد. هنا غادي نقشر الحامض ديالي. بالنسبه للطريقه ديال تقشير الحامضه البنات كما شفتوا معايا، يعني حيت حتى ديك القشره البيضاء اللي كتكون في هنا، يعني القشره البيضاء اللي كتكون تحت ديك القشره الصفراء، لان ديك القشره البيضاء حتى هي كتعطينا المراره في العصير ديالنا. هنا بديت كنقشر في الخيار. بالنسبه للخيار البنات غنخلي فيه شويه من القشور ديالو باش يعطيونا داك اللون اللي زوين في العصير ديالنا. هنا بديت كنقطع في الحامض. بالنسبه للحامض البنات هنايا غادي نقيه مزيان. حاولوا البنات الحامض ديالكم ما يكونش فيه داك العظم اللي تيكون داخل، لان داك العظم ديال الحامض حتى هو تيعطينا المراره في العصير. انا كنقي شويه بشويه، فيما بان ليا شي عظم كنحيدو، واخا يكون صغيور نحيدوه كما كتشوفوا معايا. انا كنقيه مزيان. هنا بديت كنقطع في الخيار ديالي على شكل دوائر. هنا من بعد ما قطعت الخيار وجدت الخلاط ديالي، درت فيه الحامض مع الخيار. بالنسبه للكميه ديال الماء اللي غادي نحتاج لهذا العصير، غادي نحتاج واحد لتر ونص ديال الماء بارد. هنا في الاول درت غير اطرو. غادي نزيد السكر سنيده. هنا كما قلت لكم البنات نص كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للسنيده كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا غادي ندير الخلاط ديالي، غادي نطحن كلشي. من بعد ما طحنت العصير ديالي مزيان، غادي نزيد جوج الياغورت كما قلت لكم البنات بالنكهه ديال البيستاج. هاد العصير البنات ملي كتزيدوا ليه هاد الياغورت كيعطي واحد النكهه اللي هي رائعه بزاف، النكهه ديال البيستاج. هنا زدت الياغورت الثاني. غادي نغطي على العصير ديالي وغادي نزيد نطحنو مازال شويه. هنا من بعد ما طحنت العصير ديالي غادي نصفيه. هنا كما كتشوفوا معايا جبت الصفايه باش فاش غادي نصفي العصير ديالي. ضروري البنات تصفيو العصير ديالكم باش تحيدوا دوك البقايا اللي تيكونوا ديال الحامض. هنا غنزيد واحد نص سيترو. في الاول راه درنا اطرو، هنا غنزيد نص سيترو اللي بقى ليا كما كتشوفوا معايا. غادي نصفي العصير ديالي بحال هكا. هنا العصير ديالي من بعد ما صفيتو كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للقوام ديال العصير البنات تيجي زوين بزاف. القوام ما تيجيش خفيف بزاف وما تيجيش ثقيل، يعني تيجي واحد القوام اللي هو رائع بزاف. هنا العصير ديالي كنديرو في الكؤوس ديال التقديم. ما شاء الله البنات هذا العصير تيجي منعش وتيجي زوين بزاف وتيجي رائع. وكما شفتوا معايا مكونات بساطين بزاف، يعني غير مكلف ودغيا كتوجدوه، يعني ما كتحتاجوش الوقت بزاف وكتحصلوا على واحد النتيجه اللي هي رائعه بزاف البنات. والعصير ديالكم تيكون رائع بزاف البنات، تيجي واحد العصير اللي هو رائع كما شفتوا معايا المراحل. هنا ما شاء الله يطرونس ديال الماء كما قلت لكم البنات عطاني هذه الكميه ديال العصير. ما شاء الله زوين بزاف البنات. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوه، لان كيستحق التجربه ديالكم. هكا تقدموا لوليداتكم في هذا الصاد. كما كتعرفوا انا الصاد الواحد تيقلب على هكا شي عصير بارد، شي حاجه بارده بحال هكا. ما شاء الله البنات جا رائع بزاف البنات. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوه. وإلا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.